السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. وتاني راجعين لكأس العالم من تاني. أول مرة دي بقى مش إحنا اللي راجعين لكأس العالم، لا ده كأس العالم هو اللي جاي لنا. النادي الأهلي خطاب رسمي من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتفضل كأس العالم للأندية في انتظارك. ما ينفعش بطولة، ما ينفعش تتلعب من غير النادي الأهلي. بنتكلم كلام علمي. دي تامن مشاركة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تامن مشاركة، حاجة عظيمة بصراحة. عرفنا طبعا إن المغرب هي اللي خدت تنظيم كأس العالم للأندية، وبكده الوداد المغربي كبطل لبطولة دوري أبطال أفريقيا يشترك كمضيف، فكان لازم يدخل حد مكانه، وطبعا اختاروا ملوش أكبر من النادي الأهلي في أفريقيا علشان يشترك في البطولة، وشرف كبير طبعا للبطولة انضمام النادي الأهلي. وهم عارفين باشتراك النادي الأهلي قيمة البطولة هتعلى. طبعا في ناس هتموت يا جدعان، هتموت بقالها يومين، يعني كلام هيموتوا مش قادرين، وعندهم حق. يعني انا برضو بعذرهم، يعني مش يعني هم كانوا هيموتوا يقول لك مصر تنظم كاس العالم للانديه عشان احنا نشترك كبطل للدوري كلام فارغ سمعناه طبعا الفتره اللي فاتت كتير جدا، لغايه هوب ما خدوا الضرب على دماغهم وايه، وقعوا في الارض. هيموتوا طالعين في القنوات بتاعتهم كلهم هيموتوا. يعني بشير التابع امبارح قال لك انا مش عارف، ده انتوا لو بتصلوا ليل نهار عشان تشتركوا في كاس العالم مش هتحصل. لو الاهلاويه بيصلوا ليل نهار وبيدعوا علشان النادي الاهلي يشترك في البطوله مش هيحصل. فدايما النادي الاهلي ما بيسعاش لحاجه زي كده، لا البطولات هي اللي بتسعى للنادي الاهلي، لان زي ما قلت النادي الاهلي هو مشرف افريقيا بالكامل، مش هنقول مصر بقى. يعني في ناس غريبه بتطلع برضه واسمعها على القناه يقول لك النادي الاهلي مش هيشارك، يعني مش هيمثل مصر في البطوله دي. انتوا يعني دماغكم منين يا جدعان؟ يعني ده فريق مصري بيلعب في بطوله عالميه، فهو ممثل مصر، ممثل افريقيا، وهو كبير مصر وكبير افريقيا. فيعني عيلوا الكلام قبل ما تقولوه. يعني الكلام اللي انتوا بتقعدوا، الكلام الغريب اللي انتوا بتقعدوا تقولوه في قنواتكم ده، اعلوه الاول. يعني عدوه على الفلاتر الاول وبعد كده قولوا بقى. ولا ما عندكوش فلاتر بايظه؟ معلش، ليكوا حق، يعني ليكوا حق. الحقد والغل اللي مالي قلوبكم من ناحيه النادي الاهلي يكفي سنين وسنين بصراحه. يعني مش هقول ايه، لكن النادي الاهلي دايما ماشي في خط سيره، والناس بتجري في ديله ومحدش بيحصل ولا حد هيحصل. زي ما نقول القافله تسير والتعويل. فبراحتكم قولوا اللي انتوا عايزينه، وقولوا اصل ده تاني الدوري عندنا ولا تالت الدوري، وازاي يلعب في بطوله زي دي، احنا ابطال الدوري مرتين وابطال الكاس مش عارف مرتين. مالهاش علاقه، ما افهموا. البطوله دي اقيمت مرتين في اليابان، وكان بطل اليابان هو المضيف، فخدوا الفريق التاني، خدوا مره فريق استرالي ومره مش عارف فريق تاني منين. هي ده نظام البطوله، يعني ده مش ما اخترعوش النهارده، يعني ما اخترعوش الكلام ده النهارده. لكن انتوا مش متابعين طبعا لان انتوا مش بتاعتكم. مش حتى السنه الوحيده اللي كنتوا هتشتركوا فيها في 2002 في اول بطوله تقام اتلغت. نحس، هنعمل ايه؟ انتوا نحس، يعني هضحك عليكم، اغشكم؟ انتوا نحس على نفسكم وعلى الناس. فيعني خلاص ارضوا بالامر الواقع. ما تفكروش في كاس العالم، ده مش بتاعتكم. ولا تفكروا في دوري ابطال افريقيا، مش بتاعتكم برضه. يعني ده انتوا طالعين يعني من الغريب اللي بيتقال اقوى مجموعه في، معاكم المريخ السوداني ومعاكم بلوزداد الجزائري وهو الترجي التونسي. فانتوا ان شاء الله تتغلبوا من الترجي راح جاي، وتتغلبوا من بلوزداد هناك وتكسبوا هنا مثلا، او تتعادلوا معاه وتكسبوا المريخ راح جاي، المهم هتخرجوا من دوري المجموعات. ده انا متخيله يعني ان شاء الله. معاكم فريرة بقى، معاكم بريرة، معاكم اي حد اخره ايرا، ما حدش هيعمل حاجه. انتوا فريق منحوس مالكوش في البطوله دي. لكن مجموعه الاهلي اقوى بكتير طبعا. معانا صن داونز بتدعيماته السنه دي قوي جدا، معانا الهلال السوداني قوي جدا بالمدرب الجديد بتاعه، معانا لوطن الكاميروني قوي جدا. النهارده التصنيف نزل، يعني اقوى 10 فرق بالترتيب كده في شهر ديسمبر، اولهم الاهلي المصري واخرهم تقريبا لوطن الكاميروني، وانتم مش موجودين اصلا. يعني انتم مش موجودين في اول 10 فرق حتى في الترتيب، يعني مالكوش وجود. فمنين يعني مالكوش وجود اصلا في افريقيا وعايزين تمثلوا قاره افريقيا
وطالعين بقى الكلام بقى دي بطولة شرفية، هتموتوا وتشتركوا فيها، بس بدل ما انتوا مش فيها طبعا، دي بطولة شرفية، دي بطولة ملهاش لازمة، دي 7 فرق مش عارف ايه. موتوا بغيظكم. مبروك للنادي الأهلي، شرف كبير للكأس الأندية إن النادي الأهلي يشارك فيها بإذن الله، مع ريال مدريد، مع أوكلاند سيتي، مع الهلال، مع الوداد المغربي، باقي الفرق المشاركة إن شاء الله. نتمنى إن النادي الأهلي يحقق إنجازات أعلى من اللي فاتت، ما هو محقق 2 برونزية السنتين اللي فاتوا، بس محقق 2 برونزية غير البرونزية القديمة. فإن شاء الله بإذن الله ناخد البطولة دي، نحلم بقى يعني، خلي سقف الطموحات بتاعتنا يعلى شوية، ومعانا مدرب قوي كولر ما شاء الله، مدرب عالمي، عمل تيم حلو النادي الأهلي، بس إن شاء الله يستقر الفترة الجاية على تشكيلة مناسبة. تدعيمات في الشتاء، يناير خلاص داخلين على يناير، لازم 2 لعيبة كده سوبر قوي بقى، يعني عايزين مهاجم قوي قوي، عايزين جناح يمين سوبر. اتمنى كابتن محمود الخطيب يسمع من صوتنا ويجيب صفقتين من العيار التقيل ندعم بيهم قبل ما ندخل كاس العالم للانديه باذن الله، لان عندنا ماتش 1 فبراير مع اوكلاند سيتي. يا رب على خير، ونشوف النادي الاهلي دايما على اعلى منصات في التتويج. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله مع اهلاوي للابد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وكمان ما تنساش صفحه الفيسبوك تعمل لايك وشير. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.